الاهلي للمره الثانيه على التوالي بوجود زيزو اساسي في الخطه بيكسب الزمالك 2-0 مع الرأفة. والزملكاويه هيرجعوا يقولوا نفس السيناريو الماتش اللي فات، احنا كان لنا فرصتين الاول لو كنا جبناهم مش عارف كان هيحصل ايه، وكنا جبناهم مش عارف هيحصل ايه، قعدنا نقول لو كتير ما كناش هنخسر. المهم اللي نفذ واللي خلص واللي عمل كل حاجه. بس قبل ما نبتدي، لو انت اهلاوي فرحان فانت ظبطنا بقى باللايك وسبسكرايب. لو انت زملكاوي فهارد لك يا عم، دي مش اول مره ولا اخر مره، اعمل برضو لايك وسبسكرايب وفولو وخش اتفرج على اللي انا هقوله. ولا هارد لك للزمالك، وانا الصراحه حزين على الزمالك وصلوا لحد دلوقتي، وزعلت على عبد الله السعيد جدا ومنظره في الملعب، وانا نفسي الزمالك يفوق عشان المنافسه ترجع تحلو تاني في الدوري. خش بقى على الماتش. اول حاجه الماتش كان رتمه بطيء جدا كعاده ماتشات الدوري المصري كلها، كل الماتشات رتمها بطيء، مفيش تكتيكات، مفيش انفرادات، مفيش اي حاجه عدله، مفيش لمسات فرديه من اللعيبه. الكوره برضو عقيمه لسه عندنا في الدوري المصري مهما كان اللعيبه مختلفه في الملعب، لان احنا وصلنا نص ساعه في الماتش، ماتش قمه بين اهلي وزمالك، بين اجمد فرقتين يعتبر في افريقيا، اجمد فرقتين في مصر، والماتش لحد نص ساعه ما فيش ولا هجمه على الجون ده ولا على الجون ده، ولا شفت جمله اتلعبت مثلا اتقطعت في الاخر، ولا شفت حاجه مثلا لعيب لما لعيب شاط شوطه حلوه، ما فيش اي حاجه. الماتش كله في اول نص ساعه تخبيط وتلويش، وده يطفش من هنا، ده يحاول يلعب على الجنب، الاهلي يغير الملعب يقعد يحاول ينقل الكره ورا، بس ما كانش فيه ولا حاجه خطيره ولا هجمه تذكر في اول نص ساعه عموما. واللي انا لاحظته في الاهلي وكانوا معتمدين عليه بشكل كبير جدا هو زيزو. زيزو كان بيعمل كل حاجه في الماتش، على اليمين وعلى الشمال وفي العمق، وبيرجع يستلم من الدفاع بيسقط، بيعمل كل حاجه في الملعب، ودي مش حاجه وحشه، دي اكيد حاجه حلوه. زيزو كان عامل اداء عالي جدا. بس بص بقى، شيل زيزو من المنظر وبص على اللعيبه اللي حواليه، مفيش حد بيعمل حاجه، هو كله واقف يتفرج على زيزو زي ما احنا كنا قاعدين بنتفرج عليه، محدش بيفكر يعمل حاجه، مفيش جمله مظبوطه بتتعمل في الملعب، مفيش حد بيسقط للتاني، مفيش حد بيتحرك من غير كوره. ونيجي على حته التحرك من غير كوره دي ونروح لجراديشار. جراديشار الموضوع معاه صعب جدا، الاستلامه بتاعته وحشه، تفكيره وحش، هو على طول باصص للقرار اللي قدامه بس، يعني هو لو شايف لعيب واحد قدامه ولعيب تاني الناحيه دي هو مش هيشوفه، هو شايف حل واحد تماما، وما بيفكرش يعمل اي حاجه غيره، ودايما واخد القرار الغلط، القرار اللي المفروض يجري بيباصي، المفروض يباصي بيشوط، المفروض كل قراراته غلط. ونسيبنا بقى من جراديشار خالص ونخش على الداهيه الكارثه الثانيه اللي على الشمال دي. تريزيجيه يا جدعان مستواه مزري، مستواه صعب جدا، مستواه بص لو جبت عيل بيلعب خماسي، الفرقه المصريه اللي كانت بتلعب كينجز ليج بتاعت بيكيه دي والله فيها لعيبه بتلعب عنه، الار 2 والترقيصه ونفس اللمه ونفس الجاريه ونفس فرده الجسم، وبرده في السماء. اي نعم في واحده في الشوط الاولاني عواد طلعها، بس هي برده باينه، انت من نص الملعب هتشوط، باين ان انت هتشوط، انت بديت تحضر من نص الملعب وبعديها بساعه شوط، فلازم نحط حد لحوار الار 2 ده، مدرب لازم يقول له ما تشوطش ار 2، ما تشوطش ار 2 بقى انت زهقتنا. وبالنسبه لي نص الملعب اللي كان متميز هو ديانج، مروان عطيه برده ما حسيتش بيه خالص بغض النظر عن الجول اللي جابه يعني، بس اداؤه في الملعب ما كانش حلو، هو ديانج برده كان في كل حته في الملعب، كنت بتلاقيه بيقطع الكرة عند خط الجون، وبتلاقيه برده بيطلع بيجري بالكرة لحد الجون الزمالك، واداء بدني بسم الله ما شاء الله يعني، وكل حاجه كله تمام. ديانج احسن لعيب في نص ملعب في مصر كلها، احسن لعيب نص ملعب في مصر حاليا هو ديانج. وبعد اول نص ساعه اللي الزمالك بدا يتحرك فيها وبدا يروح على الجون، يجي هدف زملكاوي خالص، اسيست من مستر زيزو لبن شرقي، يعمل فينش الصراحه عالمي. انا احلى حاجه عجبتني الفينش، لعيب رايق يا جدعان، مزاج، هو شايف الكوره، عارف ان هو استلمها على صدره وعارف الكوره هتنزل عامله ازاي، وهو واقف مكانه مش محتاج يستلم ولا محتاج يلف ولا محتاج يعمل، هو عارف رجله اليمين دي شومه دب في البعيد على طول، في البعيد عواد واقف يتفرج عليها كده اهو، واقف يتفرج عليه والله ما يعرفش يعمل حاجه غير كده، وعواد برده على قده الصراحه، بس فينش من بن شرقي عالمي. نرجع لعواد تاني بقى اللي هو على قده ده، عواد يا جدعان عمل كارثه لما طلع قفش في الكوره في الهواء وزقها دي، الكوره دي كانت لازم تبقى جون وكانت تفتح الماتش من بدري قوي، انما ازاي الار 2 بتاعت استاذ تريزيجيه لازم تضيعها بره. بس انا مش هتكلم خلاص على تريزيجيه تاني لان انا اتكلمت بما فيه الكفايه، وانا الصراحه يعني شايل منه من زمان، من يوم ماتش الاوروجواي بتاع كاس العالم، وانا شايل له حته في قلبي وما بحبوش الصراحه، يا سكه ودغري بقى حد هيخش يقول لي انت بتكرهه وانت، انا ما بحبوش يا عم، انا ما بحبش تريزيجيه. ولو رحنا بصينا بقى على الزمالك هنلاقي في كام نقطه كده انا شفتهم في الزمالك الصراحه، انا ما بتفرجش على الزمالك كتير بس اللي انا شفته في الماتش ده هو كام نقطه كده هعلق عليهم. اولا محمد شحاته لعيب جامد وبيعمل مجهود عالي قوي، بس بيفقد الكوره كتير جدا، انا الشوط الاولاني شفته كل ما يخش حد عليه لازم ياخد منه الكوره، هو على طول عنده خطوه زياده، عنده لمسه زياده على الكوره بتقطع منه الكوره، عنده مجهود جامد جدا وعنده روح عاليه، بس لازم يوظفها كويس، هي حاجه بتفكرني بامام عاشور كده اول ما طلع مع الزمالك، بس لازم يوظف اللي هو بيعمله ده كويس. تاني نقطه شفتها ان عبد الله السعيد خلاص ما بقاش قادر، عبد الله السعيد ده من اكتر اللعيبه المصريه في تاريخ اللعيبه المصريه كلهم بحبه يعني، بعد كام لعيب بعد ابو تريكه وحسام غالي وكام لعيب كده، ده اكتر واحد بحبه. انا شايف ان هو الزمالك تعبه، الزمالك جاي عليه، الزمالك دلوقتي عايز لعيب يشيل فرقه، وعبد الله السعيد ما يشيلش فرقه،
عبد الله السعيد محتاج فرقه تساعده زي ما كان في بيراميدز. انا ما بقولش في بيراميدز ان هو كان وحش، كان احسن لعيب في بيراميدز، بس اللي حواليه كانوا مساعدينه. فانا شايف الصراحه كفايه كده عبد الله السعيد يعتزل بقى وياخد منصب بقى حلو، يروح يقعد في الاستوديوهات يحلل مع الناس بتاع، لازم يريح نفسه شويه، لانه الصراحه انا صعب عليا قوي ماتش امبارح. ونروح بعديها برضه لعيب في الزمالك ناصر ماهر. ناصر ماهر اناني جدا. انا لو بشجع الزمالك وشفت اللي ناصر ماهر عمله امبارح ده، انا كنت هشتم شتايم. لا كان حاجه صعبه يعني، حاجه تيجي على على احساس الواحد. لا اناني جدا. قراراته برضه كلها غلط. والمشكله ان هي مش غلط بس، يعني انا بقول لك مثلا كان عندنا جراديشار كده قراراته غلط، بس ده قراراته غلط ومستفزه، تشوفه بيعمل قرار غلط ده لو انت بتشجع الزمالك هتشتمه. انا شفت ناس كتير امبارح كانت قاعده حواليا بتشتم في القهوه. ونقطه التحول في الماتش كانت انفراد بتاع شيكوبانزا. شيكوبانزا برده لعيب حلو، بس محتاج برده حد على الوينج التاني يشيل معاه، يبقى اللعب على الوينج كده والاثنين يتحركوا مع بعض. يجي بعدها الشوط الثاني والاهلي يخلص الكلام ويموت الماتش. طاهر اللي نزل بفورمه عاليه جدا لما جه جراديشار كان عامل اداء عالي وكان عامل مجهود عالي جدا قدام، وتعب الونش وتعب دفاع الزمالك كله بالجري اللي كان بيعمله. والقرار اللي خده الصح الوحيد طول الماتش هو الاسيست اللي عمله مروان عطيه، اللي راح دبها كده وعواد كملها وحطها له وعمل لها منظر في الجول. هو جون الصراحه الاثنين من الاهلي ماليش فيهم، سواء مروان عطيه او طاهر محمد طاهر، الاثنين شايفهم بيحيطوا وخلاص ما لهمش في الكوره. وعن نفسي ده رايي، هو عندهم مجهود، عندهم اداء، ما عندهمش موهبه، ما عندهمش لمسه، ما عندهمش فكر كده يعني مختلف في الكوره. يجي من الاثنين دول الجون الثاني ويخلص الماتش والزمالك يبقى بيفرفر قدام الاهلي. بعد الجون حاولوا يمسكوا الماتش، حاولوا يضغطوا، حاولوا يعملوا عرضيات كور طويله في قلب العمق في كل حاجه، ما عرفوش يعملوا اي حاجه لحد ما جه الجون بتاع سيف الجزيري اللي جه هاند بول. وانا شايف سيف الجزيري ده والله على الله خالص، من زمان مش من دلوقتي، والله على الله خالص. ده طالع يلعب هاند بول، طالع بص بينط ستارت في بسين، طالع ينط في بسين كده اهو، قام ضارب الكوره في ايده. لا حاجه برضو تشيل يا جدعان والله. يعني ربنا يكون في عون جماهير الزمالك، وربنا يكون في عونكم الفتره الجايه، لان انتوا داخلين الصراحه على يعني منظر صعب. وانا لسه بقول لخالد صاحبي انتوا لو مشيتوا زي الناس اللي بره يعني انتوا قدامكم ولا 10 سنين على ما تفوقوا من اللي انتوا فيه ده. بس ان شاء الله يعني يفوق، يجي حل، يجي حد كده فاهم يفوق النادي، حد بيعرف يشتغل كويس. انما منظر الزمالك اللي انا شفته امبارح ده صعب. المهم مبروك للاهلي، مبروك لكل الاهلاويه، وهارد لك للزملكاويه. ما تزعلوش يا جدعان مننا، الماتشات ما تخلوهاش تزعلنا من بعض يعني. انا بنهزر وبنعمل. كان قاعد معايا خالد امبارح صاحبي، بهدلته طول الماتش، بس بعد الماتش خلاص يعني احنا بنهزر ساعه الماتش ونهزر على الكوره، عمرنا ما حد بيقفش من التاني. بس كده. ولو انت وصلت للحته دي انزل دلوقتي وقول لنا في الكومنتات انا وصلت لاخر الحلقه، واعمل لايك وسبسكرايب وفولو عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده. سلام.